اهلا بيكم. يطلع ايه قرش الميجالودون اللي كله بيتكلم عنه؟ اكبر سمكة قرش في التاريخ، اخطر حيوان اتخلق على وجه الارض، اكتر حيوان مفترس ومرعب، البشرية ارتاحت بانقراضه، ملك المحيطات. تفتكر لسه موجود؟ خليني اقولك وقبل ما ابدأ ان الميجالودون هو اكبر سمكة قرش اتخلقت، ومن اكبر الحيوانات المفترسة اللي خلقها ربنا وعاشت على كوكب الارض، وكان سبب في ان ناس كتير تتخيل شكله وحجمه، وكان البطل المرعب في فيلم ذا ميج. يمكن وجوده في البحر كان سبب في ارعاب كل المخلوقات. فانا عاوزك تسيب كل حاجة في ايدك وتعالى علشان فيديو النهاردة فيديو العمر، هتعرف من خلاله ارعب واغرب واعجب حيوان بحر اتخلق. فهل كان الميجالودون في قمة المخلوقات البحرية ولا مجرد سمكة قرش كبيرة؟ وهل مازال موجود في أعماق المحيط ولا لا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا إبراهيم ويلا بينا نبدأ حلقتنا. حسب السجلات الإحفورية إن أقدم حفريات للميجالودون من 20 ل 23 مليون سنة. أنت متخيل؟ وعلشان تعرف مدى قوة وإرعاب الميجالودون خلينا أقولك إنه كان مسيطر سيطرة كاملة على المحيطات، كان أخطر حيوان بحري مفترس لدرجة مرعبة، وكان ملك المحيطات حرفيا لحد ما انقرض من 3 مليون و600 سنة. خليني اقولك ان طول الميجالودون بيوصل من 15 ل 18 متر، يعني اطول ب3 مرات من اكبر سمكة قرش بيضة مسجلة دلوقتي. وعلشان تتخيل حجم الميجالودون فهو تقريبا طول عمارة مكونة من 5 ل 6 ادوار، ووزنه بيوصل ل 45 طن. انت متخيل؟ تخيل حجمه عبارة عن عمارة 6 ادوار معدية جنبك في البحر، حاجة مرعبة جدا. تعال اقولك ان كلمة الميجالودون معناها السن الكبير، وده لان حجم اسنان الميجالودون بيوصل ل 18 سنتي، وده حجم وطول اسنان مهول جدا. حيوان بالحجم ده وعنده اسنان بالشكل ده ممكن يكون افترس ايه من الحيوانات؟ خليني اقولك ان الميجالودون كان بياكل اي شيء حي قدامه، وخصوصا لو كان حجمه كبير زي الحيتان اللي صعب دلوقتي حيوان بحري يفترسها. وكان بياكل الاسماك الكبيره واسماك القرش التانيه، يعني حتى النوع بتاعه ما سلمش منه، بمعنى اصح ان هو كان بيفترس اي سمكه قرش تيجي في وشه. وخليني اقولك ان كل ما حجم المخلوق البحري كان كبير كل ما بيحتاج لحيوان كبير علشان يلتهمه، وعلشان كده الميجالودون كان بيفترس دايما الحيوانات الكبيره زي الحوت الاحدب اللي بيوصل طوله ل 15 متر ووزنه 30 طن. انت متخيل؟ طبعا مش هياكل الحوت كله، لكن بيتغذى على جزء كبير منه. ولو رجعنا لعظام الحيتان المتحجرة هنلاقي فيها علامات أسنان الميجالودون محفورة فيها، وده دليل إن هو اللي افترسهم وأكلهم. وكمان لقوا في بعض الحيتان أسنان الميجالودون مكسورة في العظم، وده بسبب الجنون اللي في طريقة افتراسه. وعلشان الميجالودون يقدر يفترس فريسة بحجم الحوت كان لازم يكون عنده القدرة ان يفتح فمه على اخره، فبتشير التقديرات ان فك الميجالودون بيتفتح بعرض بيوصل من 2 ل 3 متر. وعلشان تتخيل مدى حجم فتحة فمه فهي كبيرة كفاية انه يبلع شخصين كبار جنب بعض. انت متخيل؟ فكين الميجالودون فيهم صفين من الاسنان فوق بعض، صف داخلي وصف امامي، مجموع اسنانه 276 سنة، والدراسات بتشير انه كان بيمتلك عضة من اقوى العضات في تاريخ الحيوانات المفترسة، يعني عضة منه هتفتت عظامك في ثانية. وقت وجود الميجالودون كان عايش برضه القرش الابيض العظيم، لكن مفيش اي وجه مقارنة في القوة. لكن حاليا القرش الابيض العظيم اكتر قرش مفترس موجود في البحر، لكن في وقت الميجالودون كان ممكن يبلعه وهو ماشي وهو مش واخد باله اصلا. الميجالودون كان بيعيش في الأماكن الدافئة، وكان تقريبا موجود في كل محيطات العالم، لأن تم العثور على أسنان ليه في كل قارة تقريبا إلا اللي درجة حرارتها باردة. وأسنان الميجالودون موجود منها عدد كبير جدا في البحر رغم ندرتها لانقراض الحيوان نفسه، لكن العثور عليها مش صعب لوجودها في معظم المحيطات. أسماك القرش طول حياتها بتفقد جزء من أسنانها كل أسبوع أو أسبوعين، وبيقعوا في المحيط وبيطلع غيرهم. يعني سمكة القرش ممكن تنتج حوالي 40,000 سنة في دورة حياتها. انت متخيل؟ وده سبب وجود أسنان القرش باستمرار في قاع المحيط، وده اللي بيفضل منه لأنه أقوى جزء في سمكة القرش، لأن باقي الهيكل العظمي لسمكة القرش بيكون مخلوق كله من الغضاريف زي ودنك وأنفك كده، فبتنتهي في قاع المحيط بسرعة وبيكون صعب استكشافها بعد انقراضها. طيب الميجالودون بكل القوة اللي كان فيها دي انقرض ليه؟ حسب الأدلة اللي عثروا عليها في آخر قرش ميجالودون كان عايش على كوكب الأرض من حوالي
حوالي 3 مليون و600 سنة على الأقل. وعلشان تعرف اللي حصل بالظبط خليني أقولك إن في نهاية العصر البلوسيني الكوكب دخل في مرحلة تبريد عالمية، فالمياه الدافئة بقت باردة، ولأن الميجالودون بيعيش في المياه الدافئة فما قدرش يتحمل تغيير المناخ اللي حصل في الكوكب، وبدأ يموت واحد ورا التاني لغاية ما انقرض. العلماء بيقولوا إن حوالي تلت الحيوانات البحرية الكبيرة وحوالي 43% من السلاحف و35% من الطيور البحرية انقرضت مع انخفاض درجة الحرارة، وعدد الكائنات الحية انخفض في قاعدة السلسلة الغذائية، وده برضه كان سبب في إن بعض الحيوانات الكبيرة تنقرض لصعوبة عثورها على غذائها. في بعض الدراسات بتقول ان الميجالودون لما كانت بتنقب صغارها كانت بتنجبهم قريب من الشاطئ علشان تحميهم من الحيوانات المفترسة اللي موجودة في البحار زي الحيتان الكبيرة، ولما الجليد اتشكل في القطبين وانخفض مستوى سطح البحر ما بقاش ينفع تنجب صغارها في الاماكن دي، فكان سهل افتراسها. وفي دراسات كمان بتقول ان القرش الابيض العظيم كان بيتنافس مع الميجالودون على الطعام، يعني في بعض الوجبات كانت مشتركة بينهم، وده اللي ساهم بشكل كبير مع الوقت في انقراضه. طيب سؤال، هل الميجالودون ممكن يكون لسه عايش لوقتنا الحالي؟ الحقيقة ان الدراسات اللي اتعملت كلها متضاربة في النقطة دي، في بعض الدراسات بتقول ان ممكن يكون موجود وخصوصا في خندق ماريانا، ودراسات تانية بتقول ان ده صعب جدا لان الميجالودون بيعيش في الاماكن الدافئة، والبحر كل ما تنزل لتحت المية بتكون باردة جدا، فوجوده بعيد عن أشعة الشمس في الطقس البارد ده شيء صعب جدا. لكن خليني أقولك إن مفيش شيء مستحيل. عدم وجود الميجالودون عزيزي المشاهد بيجعل من البحر مكان آمن بشكل كبير جدا، فتخيل معايا لو الميجالودون موجود في وقتنا الحالي عمرك ما كنت هتفكر تروح تصيف. والإجابة على السؤال طبعا لا، فانقراضه ممكن كان تهيؤ لنزول الإنسان على الأرض، وده بس اللي ربنا يعلمه، وليه في كل شيء حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. بس الأكيد إن الأرض كانت مكان مرعب جدا قبل نزول الإنسان، وكان عليها كائنات مرعبة جدا بشكل لا يوصف لحد ما نزل الإنسان وبقى الكائن الأكثر رعبا في الكون. ولو وصلت لهنا يبقى أنت من المميزين، ويا مميز أتمنى تدعمني باشتراك علشان الفيديوهات اللي جاية هتعجبك جدا. الفيديو ده طلع من مصر، وصل لك فين؟ وما تنساش تدعمني بلايك وشير. أشوفكم على خير دايما، سلام.